بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ في درسنا الخامس في شرح ألفية الحافظ العراقي رحمه الله في علوم الحديث. من يقرأ لنا الأبيات التي سنأخذها في هذا اليوم، أو الأبيات التي قبلها؟ هو مخير، من يتطوع؟ أو نأخذ الأسئلة أحسن. طيب. أخذنا في الدرس الماضي الكلام على عدة قضايا، منها ما يتعلق بالحديث الزائد على الصحيحين أو الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين. فالسؤال: من أين نستمد معرفة تلك الأحاديث الزائدة على الصحيحين؟ نعم، من يجيبنا يا أخوان؟ نعم يا أخي. نعم. نعم، أحسنت. الطريقة الأولى أن نقف على نص عن أحد الأئمة في تصحيح ذلك الحديث. طيب، جزاك الله خيرا. الطريقة الثانية. نعم يا أخي. المصنفات التي، نعم أحسنت، بمراجعة المصنفات التي اشترط مصنفوها إيراد الأحاديث الصحيحة. من يمثل لنا ببعض تلك المصنفات؟ نعم يا أخي. أحسنت، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم. طيب، ابن الصلاح رحمه الله يقول إن الحاكم أبا عبد الله واسع الخطو في التصحيح، ولذلك صحح أحاديث ضعيفة. السؤال: إذا انفرد أو إذا خرج الحاكم حديثا ولم نقف فيه على علة، ماذا نحكم عليه عند ابن الصلاح؟ نعم يا أخي. عند ابن الصلاح، نعم، نحكم عليه بأنه حسن. السؤال الآخر: هل هذا هو الراجح، أنه كل حديث لم نقف على تصحيح أحد من العلماء له وهو في المستدرك ولم نقف على علة فيه نحكم بحسنه؟ هل هذا هو الصحيح؟ وإذا كان ليس بصحيح فما هو الراجح؟ نعم يا أخي. يعني نحكم عليه بما يليق بحاله، نحكم عليه بما يليق بحاله، لأنه تقدم معنا أن أبا عبد الله الحاكم رحمه الله عنده تساهل. طبعا المقصود بنحكم عليه من كما سيأتينا، يعني الناقد العارف البصير، وليس كل أحد يتصدى لذلك، وسيأتينا إن شاء الله التوسع في هذا. طيب، وقفنا في الدرس الماضي عند قول الحافظ العراقي رحمه الله: وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن.
يقول الحافظ العراقي عند ابن الصلاح، وهو المقصود بقوله وعنده أي عند ابن الصلاح، التصحيح ليس يمكن في عصرنا. يعني أن ابن الصلاح رحمه الله يقول إن التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة لا يمكن لأهلها. ونص كلامه كما في علوم الحديث لابن الصلاح يقول: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات الأئمة في مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. الشاهد قال: فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، إلى آخر كلامه الذي سنقرأه بعد قليل إن شاء الله للحاجة إلى التعليق عليه. أخذ أهل العلم من هذا أن ابن الصلاح رحمه الله يقول إن أهل الأعصار المتأخرة، يعني من زمنه فما بعد إلى عصرنا هذا، ليس لهم أن يحكموا على حديث بالصحة لم يسبق إلى تصحيحه من أحد الأئمة المتقدمين، أو لم يوجد في الكتب التي اشترطت الصحة كالصحيحين وصحيح ابن خزيمة وابن حبان إلى آخره. لماذا؟ يقول: لأنه تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. هذا الكلام من الحافظ ابن الصلاح يعني اختلف المعاصرون في توجيهه وفهمه على فهوم متعددة. منها أن بعضهم قال إن ابن الصلاح رحمه الله لا يقول بمنع مطلق التصحيح من جهة المتأخرين، ولكن يمنع تصحيح أحاديث كتب معينة، يمنع تصحيح أحاديث كتب معينة، وهي التي أشار إليها بقوله أجزاء الحديث وغيرها. قال: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد. يقولون لأن الأجزاء الحديثية ليس لها من العناية والاهتمام ما يمكن أن تصل إلينا يعني سليمة من التصحيف، سليمة من النقد في بعض رواتها في الأسانيد العالية، لأن في الأسانيد النازلة، لأن العلماء لم يعتنوا بها، بخلاف الكتب المشهورة ككتب الصحاح والسنن والمسانيد، فإن هذه الكتب لعناية العلماء بها يمكن أن ينظر في أسانيدها ويحكم عليها. إذن هذا القول الأول، أن ابن الصلاح لا يريد نفي القدرة على تصحيح الأحاديث في جميع الكتب، وإنما تقييد ذلك بالأجزاء ونحوها. الأجزاء يعني الكتب اللطيفة الحجم، إما التي تفرد في مثلا مسألة فقهية معينة، كما مثلا أفرد الحافظ أو الإمام البخاري جزء رفع اليدين، أو أفرد أيضا جزء القراءة خلف الإمام، أو الأجزاء اللطيفة أو الرسائل أو الكتب اللطيفة التي تجمع أحاديث راو من الرواة، يعني مثلا جزء الحسن بن عرفة وهكذا. يعني الأجزاء هي كتب لطيفة الحجم
تبلغ في أوراقها المخطوطة حوالي 10 أوراق أو نحو ذلك، وهذه الأجزاء تكون مسندة. فهؤلاء يقولون إن ابن الصلاح إنما يمنع التصحيح لأحاديث هذه الأجزاء ونحوها، مثل كتب المشيخات والمعاجم المتأخرة. نعم. واستدلوا لذلك بقوله بعد أن ساق العبارة التي قرأناها قبل قليل، قال: لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. يعني يقولون إن هذه العبارة تدل على أن ابن الصلاح يريد كتبا مخصوصة، وهي كتب الأجزاء والمشيخات المتأخرة. الدليل على ذلك أنه قال إن أسانيد هذه الكتب لا تخلو من بعض الرواة الذين لا يوجد فيهم شرط الصحيح. إيش هو شرط الصحيح؟ الضبط والإتقان. لأن الأعصار المتأخرة صار الرواة فيها يعتمدون على ما في الكتب دون الحفظ في الصدر. قالوا فهذه قرينة تدلنا على أن ابن الصلاح إنما يريد كتبا معينة مخصوصة، ولا ينفي امتناع أو ولا يمنع من تصحيح ما في الكتب المشهورة. هذا القول الأول. القول الثاني الذي فهمه سائر العلماء أو أغلب العلماء السابقين كالحافظ العراقي وابن حجر والسخاوي وغيرهم من الحفاظ الذين جاءوا بعد ابن الصلاح، فهموا من كلام ابن الصلاح أنه يمنع التصحيح مطلقا بالنسبة للمتأخرين، سواء تصحيح الأحاديث الموجودة في الكتب المشهورة أو الموجودة في الكتب المغمورة. سواء في الكتب المشهورة ككتب الصحاح عدا الصحيحين لما فيها من التساهل، كتب الصحاح عن صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح الحاكم. قلنا قبل قليل إنه كما قال أخوكم ينظر في أحاديثها ويحكم بما يليق بها. نعم، لأن فيها تساهل فيحتاج إلى مزيد نظر ومزيد بحث وتفتيش. فسواء الكتب المشهورة أو المغمورة مثل كتب الأجزاء والمشيخات فإنها جميعا يمنع ابن الصلاح رحمه الله من تصحيح الأحاديث التي لم يسبق أن صححها أحد من أهل العلم. يعني نضرب لذلك مثالا: لو أن أحد أهل العلم المتأخرين وجد حديثا في سنن أبي داود وبحث هل أحد صحح هذا الحديث من المتقدمين، ما وجد ذلك، وأبو داود لم يلتزم في كتابه الصحة. هل يلتزم الصحة يا أخوان؟ نعم، سيأتينا أنه لم يلتزم الصحة. كتب السنن لم تلتزم أن تورد فقط الأحاديث الصحيحة، بل فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة، أحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة، بل في بعض السنن أحاديث موضوعة كسنن ابن ماجه رحمه الله. فإذا وجد المتأخر حديثا في سنن أبي داود لم يسبق إلى تصحيحه ولم يجده في الكتب التي اشترطت الصحة كالصحيحين وصحيح ابن حبان والحاكم وابن خزيمة، فإن مفهوم كلام ابن الصلاح كما فهمه الحفاظ أنه يمتنع له أن يحكم بتصحيحه لقصور أهل هذه الأزمان المتأخرة من التجاسر على التصحيح الذي لم يسبقوا إليه. نعم. وفيما يظهر أن هذا القول الثاني هو الصحيح،
يعني أن مفهوم كلام ابن الصلاح عدم جواز التصحيح للمتأخر سواء في الأحاديث المذكورة في كتب مشهورة أو في كتب مغمورة. نعم، يدل على ذلك أن هذه المسألة عنده مضطردة في الكتب المشهورة وفي الكتب المغمورة. مر معنا أن مستدرك الحاكم يقول ابن الصلاح إذا انفرد بحديث ولم نقف على أحد صححه ولم نقف فيه على علة، هل نحكم بأنه صحيح؟ نحكم بأنه إيش؟ حسن. لا ننظر نحن هل هذا الحديث فيه شروط الصحة أم لا. نعم، لماذا؟ لقصور أهل الأعصار المتأخرة من أن يستطيعوا إدراك صحة الحديث، لأن التصحيح يحتاج إلى أمور سيأتينا الكلام عليها عند الكلام على القول الراجح إن شاء الله. طيب، إذن هذا الكلام مضطرد عند ابن الصلاح، هو يمنع أن تصحح أحاديث الحاكم إذا انفرد بإخراجها وتنظر فيها، بل تقول ابتداء ما دام ما ظهرت لك علة تقول إن هذا الحديث ماذا؟ حسن. سيأتينا عند أبي داود أيضا كلام مقارب، يقول إن سنن أبي داود إذا الحديث لم يكن في الصحاح ولم يصححه أحد الأئمة ولم يضعفه أبو داود فإننا نحكم بحسنه. طيب، إذا توافرت فيه شروط الصحة ليس لنا ذلك، لأننا إيش؟ أهل الأعصار المتأخرة قاصرون عن إدراك ذلك. أيضا في المستخرجات مر معنا أن من فوائدها فائدتين: العلو وزيادة الصحيح. وأورد الحافظ ابن حجر أن بعض أصحاب المستخرجات لا يهمهم إلا العلو، فربما أسندوا من طريق راو متكلم فيه، فيؤدي قولنا بأن هذا الحديث صحيح إلى تصحيح حديث راو ضعيف. أما ابن الصلاح يقول لك لا، أصحاب المستخرجات راعوا قضية موافقة الصحيحين في اشتراط الصحة، وليس لك أنت النظر فتقلدهم في هذا وتحكم بصحة تلك الزيادات ولا تنظر أنت. إذن الشاهد من هذا الكلام كله أن ابن الصلاح رحمه الله إنما يقصر قضية التصحيح على من يقصرها يا أخوان؟ على المتقدمين. أما المتأخرون فإنه يقول فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحة ذلك الحديث، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، إلى أن قال فآل الأمر، انتبهوا لهذه العبارة، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى ماذا؟ إلى ماذا آل؟ قال إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا. فإذا ابن الصلاح رحمه الله يرى أن المتأخرين ليس لهم أن يحكموا بالتصحيح أو بالتحسين على الأحاديث لقصور علمهم عن إدراك ذلك، وإنما يؤخذ التصحيح والتحسين عن الأئمة المتقدمين الذين هم أعلم وأقعد بهذا الفن ممن جاء من بعدهم. هذا تقرير كلام ابن الصلاح رحمه الله.
يبقى هل هذا الكلام راجح أو هذا كلام مرجوح؟ الحفاظ الذين جاءوا بعد ابن الصلاح رحمه الله أغلبهم لم يوافقوه، وقالوا إن ابن الصلاح رحمه الله كأنه يفهم من كلامه جواز خلو العصر من مجتهد، والأصوليون يقولون لا يجوز أن يخلو العصر من مجتهد. المجتهد هو الذي يكون عنده قدرة التصرف في سائر العلوم الشرعية التي منها علم الحديث وعلوم الحديث. فإذا كان المتأخرون لا يستطيعون على التصحيح معنى ذلك أنهم فقدوا شرطا من شروط الاجتهاد، والعلماء يقولون لا يجوز أن يخلو العصر من مجتهد. هذه نقطة. نقطة ثانية، قالوا إن من جاء بعد ابن الصلاح لم يوافقوه على ذلك، بل حتى معاصروه لم يوافقوه على ذلك، فإنهم صححوا أحاديث عديدة لم يسبقوا إلى تصحيحها. فقريبا من عصر ابن الصلاح الحافظ المنذري والحافظ ابن القطان، وجاء من بعده ابن دقيق العيد والذهبي وغيرهم من الحفاظ لهم تصحيحات لأحاديث كثيرة لم يجدوا ولم يسبقوا إلى تصحيحها. فمعنى ذلك أنهم يخالفون ابن الصلاح عملا في قوله هذا، يخالفونه بعملهم في قوله هذا. نعم. بالنسبة للأمر الثاني هذا وهو مخالفة المتأخرين ممن جاء في عصر ابن الصلاح أو بعده لابن الصلاح، هذا من باب يعني يورد من باب الاستئناس، وإلا بعض أهل العلم قال يعني عملهم لا يجوز أن ينقض اجتهاده، لأنهم عملوا هذا باجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. إنما التقرير السديد الصحيح في هذا أن يقال إن سد باب التصحيح والتحسين على المتأخرين يؤدي إلى تصحيح ما ليس بصحيح، وإيش عكسه تضعيف ما هو صحيح. سد الباب هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تصحيح ما ليس بصحيح ورد ما هو صحيح. كيف ذلك؟ الحاكم رحمه الله تقدم أنه عنده تساهل. إذا كان أخذنا بكلام ابن الصلاح بحسب ظاهره يعني نظرنا في الحديث لم نجد أحد من أهل العلم أعل الحديث، وليس لنا نحن أن ندقق في ذلك الحديث ونحكم عليه، سنأخذ بهذا الحديث على أنه حسن تقليدا للحاكم في تصحيحه. وربما لو فحصنا وفتشنا وبحثنا نجد أن لهذا الحديث علة خفية تمنع من تصحيحه، فهذا إذن أدى إلى ماذا؟ إلى قبول ما هو ضعيف وإلى تصحيح ما ليس بصحيح. فإذا كان الذين ألفوا في الصحيح عدا صاحبي الصحيح يقع منهم تساهل، إذا قبلنا ما صححوه دون نظر ولا تفتيش أدى ذلك إلى تصحيح ما ليس بصحيح. أما الأمر الثاني وهو رد ما هو صحيح، إذا بذل المتأخر جهده في التعرف على درجة الحديث وتبين له صحة الحديث، إذا قلنا له لا يقبل قولك لأنك متأخر، أدى ذلك إلى إيش؟ إلى رد ما هو صحيح، إلى رد ما هو صحيح. فلذلك
قال الحافظ ابن حجر إن كلام ابن الصلاح رحمه الله يؤدي إلى تصحيح ما ليس بصحيح وإلى رد ما هو صحيح كما شرحته قبل قليل. طيب، إذن ما الراجح في هذا؟ الراجح في هذا ما قاله النووي رحمه الله، قال يجوز يعني التصحيح والتحسين لمن تمكن وقويت معرفته. يجوز أن يصحح ويحسن بل ويضعف من تمكن وقويت معرفته. يعني العالم المتمكن الراسخ الذي قويت معرفته في هذا العلم له أن يحكم على الحديث ويبين صحته أو يبين ضعفه ووهاءه. أما من لم تكن له تلك القوة وليس متمكنا فليس له أن يتصدى لهذا الشأن. طيب، ما معنى من تمكن وقويت معرفته؟ الذي تمكن وقويت معرفته هو الذي درس هذا العلم دراسة قوية، بذل جهده في دراسته وأخذه عن أهل العلم، ودرس كتبه المتنوعة، وحتى قويت معرفته بقواعد هذا الفن، وخصوصا القواعد المتعلقة بالجرح والتعديل وبتعليل الأحاديث وأنواع العلل، ثم مارس هذه الصناعة حتى تمكن وصار جهبذا ناقدا في هذا الفن. فإذن الذي تمكن وقويت معرفته له أن يصحح وله أن يضعف، لأن عنده آلة الاجتهاد التي تمكنه من إصدار الأحكام على الأحاديث. يعني قضية التمكن وقوة المعرفة، يعني أنا يبدو لي أن النووي رحمه الله لو عمل تقديم وتأخير في العبارة لكانت أشد وضوحا. لو قال لمن قويت معرفته حتى تمكن لكانت العبارة أوضح. نعم، إذن الذي يصحح هو الذي قويت معرفته. كيف تقوى هذه المعرفة؟ بدراسة هذا الفن دراسة عميقة والتدرج فيه وأخذه عن الشيوخ، ثم يحصل له التمكن بالخبرة والممارسة. فإذا أولا يكتسب قوة المعرفة، ثم يكتسب الرسوخ وهو التمكن بالخبرة والممارسة بعد أن يقطع في هذا الفن سنين طويلة، 20 سنة 30 سنة، وهو يخرج الأحاديث ويحكم على الرواة ويتعرف على أحوالهم جرحا وتعديلا ويجمع الطرق. وأيضا جانب مهم وهو أن يتتبع كلام الأئمة النقاد ويفهمه ويعرف لماذا حكموا على هذا الحديث بأنه معل، ولماذا حكموا على الحديث الآخر بأنه منكر، ولماذا حكموا على هذا الإسناد بأنه صحيح، وفي حالة أخرى لما جاء هذا الإسناد في متن آخر حكموا بضعفه. ويمارس هذه الصناعة مدة طويلة، فإنه إذا فعل ذلك فإنه يكتسب هذا التمكن الذي يؤهله لأن يحكم على الأحاديث. المسألة كما قلت في الدرس الماضي يعني طويلة الذيل، ويمكن الاسترسال فيها أكثر من هذا، لكن لعل فيما سبق إن شاء الله كفاية، ونأخذ الأبيات التالية إن شاء الله. طيب، اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: حكم الصحيحين والتعليل والطعن بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا ولدا محققيه قد عزاه النووي وفي الصحيح ضعف شيء قد روي مضاعف ولهما بلا سند
أشياء فإن يلزم فصحح أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له فيذكر وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أن الذي لشيخه عزام قال فكريم عن عنة كخبر المعازف لا تصل من حزم المخالف. يكفي لا لأن قضية التصحيح أخذت منا وقتا. طيب، يقول الحافظ العراقي رحمه الله: حكم الصحيحين والتعليق. بدأ بالمسألة الأولى وهي ماذا تفيده أحاديث الصحيحين؟ هل تفيد القطع أم تفيد الظن؟ العلماء يقسمون العلم الذي يفيده الخبر إلى أنواع، منه العلم الضروري القطعي، ومنه العلم النظري، ومنه العلم النظري اليقيني. يعني عندنا 3 مراتب يفيدها الخبر. قلنا العلم الضروري القطعي، والعلم النظري، والعلم النظري اليقيني، وبعضهم يسميه العلم القطعي. ما المراد بهذه المصطلحات؟ العلم الضروري يعنون به العلم الذي يعني تقطع بصحته. إذا جاءك خبر وأفادك العلم الضروري فإنك تقطع وتجزم بصحة ذلك الخبر، ولا يعني يطرأ عليك أي نوع من الشك. ومن الأخبار التي تفيد العلم الضروري الأخبار المتواترة، يعني حينما يحدث بالحديث 100 راو فإن السامع لا يرتاب بأن ذلك الحديث صحيح لكثرة العدد. لذلك يقولون المتواتر هو الذي يرويه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. من العلم الضروري ما يتعلق بالبديهيات أو ما يتعلق بالحسيات. يعني إذا الآن من رأى الشمس، من رأى الضوء، لا يرتاب أن الوقت هذا وقت إيش؟ نهار. هذا علم ضروري لأنه مرتبط بالحس، هذا شيء تراه. نعم. وأيضا ما يتعلق بالبديهيات أو الأمور يعني التي لا يرتاب فيها إنسان عنده أدنى مسكة عقل، هذه أيضا من الضروريات. ومن الضروريات هذا العلم القطعي الذي يحصل بسبب كثرة الرواة الناقلين للخبر. أما العلم النظري فهو العلم الذي يحصل بالبحث والتفتيش، بمعنى أن العالم يبحث عن هذا الخبر ويفتش عن إسناده ويفتش عن حال إسناده حتى يتبين له أنه صحيح. لكن هذا العلم النظري يقولون لا يعني أنه يقطع بصحة الخبر، لاحتمال أن هذا الثقة الذي روى هذا الحديث وهم أو أخطأ، فلذلك هو يستفيد علم نظري. قد يأتي عالم آخر ينظر في هذا الحديث ويجد أن هذا الراوي أخطأ في ذلك الحديث، فهذا يسمى العلم النظري، وهو العلم الذي يكتسب بالبحث والنظر، ويكون فيه احتمال الخطأ وارد وإن كان احتمالا قليلا، وإن كان احتمالا ضئيلا قليلا. أما العلم النظري اليقيني فهو أيضا عالم نظر وبحث في حال هذا الحديث، لكن وجدت عنده قرائن وأسباب عديدة تجعله يجزم بأن هذا الحديث لا يمكن إلا أن يكون صحيحا. فهو علم نظري لأنه اكتسب بالبحث والنظر، وعلم يقيني لأن
هذا الحديث وجدت فيه شروط وانتفت عنه موانع تجعل الناظر والحاكم على هذا الحديث يجزم ويقطع بصحته. طيب، المسألة هي: هل أحاديث الصحيحين تفيد العلم القطعي أو العلم اليقيني، أو فقط تفيد العلم النظري الذي ليس معه قطع ولا يقين؟ العلماء على هذين القولين. القول الأول أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم القطعي، ونقل هذا الكلام ابن الصلاح رحمه الله، وقال به عدد كبير من أهل العلم يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من العلماء. ابن الصلاح يقول: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، يعني الذي أخرجه صاحبا الصحيح، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك، محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب العمل بالظن، والظن قد يخطئ. إذن ابن الصلاح يقول إن أحاديث الصحيحين ماذا تفيد يا أخوان؟ تفيد العلم القطعي أو اليقيني. نعم. هناك قول يشير إليه ابن الصلاح ومذكور في النظم لما قال: وقيل ظنا، وقيل إن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن الراجح، والظن الراجح هو العلم النظري. العلم النظري يفيد إيش؟ الظن الراجح. وهذا القول يعني ممن أكده النووي الذي اختصر كتاب ابن الصلاح، وغيره من تابع النووي في هذا، ممن عنده ميل إلى مذهب الأصوليين وبعض الفقهاء. ويقول الحافظ العراقي في الألفية: ولدى محققيهم، يعني النووي وبعض المحققين يقولون إن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن. طيب، ما الراجح من هذين القولين؟ هل أحاديث الصحيحين تفيد العلم القطعي أو ما يسمى بالعلم اليقيني، أو تفيد الظن؟ أحاديث الصحيحين كما نقل ابن الصلاح وغيره من أهل العلم، الصحيحان كتابا الصحيح تلقتهما الأمة بالقبول منذ ألف صاحبا الصحيح هذين الكتابين، فإن العلماء علماء الأمة قد تلقوا هذين الكتابين بالقبول. ولذلك مر معنا قضية ماذا؟ المستخرجات، واحتفاء أهل العلم بهذين الكتابين. يعني قلنا في المستخرجات، أصحاب المستخرجات لماذا ألفوها؟ من يذكرنا يا أخوان؟ لماذا ألف أصحاب المستخرجات؟ من يعرف؟ يا أخي. نعم. نعم، أرادوا لما رأوا الأحاديث التي في الصحيحين ورأوا صحتها وقوتها وأنها في أعلى درجات الصحة، نعم، ورأوا ما في الصحيحين من العلم وحسن التحري وحسن النقد والاختيار لهذه الأحاديث، رغبوا في رواية هذه الأحاديث وأن تكون مروية عندهم بأسانيدهم التي يعلون بها، مما لو رووا تلك الأحاديث من طريق أصحاب الصحيح. نعم، فإذا رغبتهم في رواية الصحيحين لما حويا من الأحاديث الصحيحة، وتسليمهم بمكانة صاحبي الصحيح في اختيار هذه الأحاديث وأنها أحاديث صحيحة
هذا الذي جعلهم يتتابعون إلى تأليف المستخرجات. يعني ليست كتابا واحدا ولا كتابين، عشرات المستخرجات التي صنفت في رواية أحاديث الصحيحين. فهذا يعطيك مدى القبول الذي وجده الصحيحان عند أهل العلم. هذا عند المحدثين أيضا الفقهاء، نعم الفقهاء من أصحاب المذاهب كلهم على أن الصحيحين هما أهم كتابين وأصح كتابين، وأن ما فيهما صحيح عدا أحاديث يسيرة. يقول ابن الصلاح: الأمة تلقت الصحيحين بالقبول عدا أحرف يسيرة. يعني يقول إن هناك بعض الأحاديث القليلة التي انتقدت على الصحيحين، فهذه خارجة عن التلقي بالقبول، وهذه سيأتينا الكلام عليها في مكانها. طيب، إذا كان هذان الكتابان قد تلقيا بالقبول من الأمة منذ تأليفهما ثم الأعصار التي بعدهما، ألا يكتسب أحاديث الصحيحين قوة أو مزيد قوة؟ نعم. فيقول ابن الصلاح رحمه الله: نعم يكتسبان قوة، وهذا الذي جعله يجزم بأن أحاديث الصحيحين عدا الأحرف اليسيرة أنها تفيد العلم اليقيني القطعي. يقول: إن القول بأن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن، يقول: كنت أميل إليه وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح. يعني القول بأنها تفيد ماذا؟ العلم القطعي اليقيني. قال: لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. الأمة لما تتلقى كتابا أو تتلقى حديثا، حتى لو كان في أصله قبوله على سبيل الظن، لكن هذا التلقي من علماء الأمة هذا يفيد هذا الحديث القطع، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. إذن ميزة الصحيحين ما هي يا أخوان؟ لماذا حديث الصحيحين تفيد القطع؟ قالوا: لأنها تلقيت بالقبول. طيب، هذه ناحية أخرى، يعني من الأساس، يعني هذه القضية يعني عندنا معشر أهل السنة ما نحتاج إليه. هل يفيد العلم؟ هل يفيد الحديث الصحيح العلم القطعي، العلم النظري، الظن؟ نعم، هذه المسألة لا نحتاج إليها معاشر أهل السنة. لماذا؟ لأنه لا ثمرة تحتها. عندنا إذا صح الحديث يعمل به، ما لم يكن له معارض أو ناسخ أو ما شابه هذا. نعم، لا نقول هذا الحديث يفيد ظن أم يفيد قطع. نعم، إنما يقوله أهل البدع الذين مثلا يقولون الأحاديث التي لا تفيد إلا الظن لا يحتج بها في باب العقائد، كمثل الأشاعرة والمعتزلة. نعم، أما أهل السنة فإنهم لا يقولون بهذا، وإن الحديث عندهم إذا صح يحتج به في باب العقائد وفي باب العبادات وفي باب المعاملات، ما لم يكن له معارض أو ناسخ. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان هذا ديدنهم، يسمعون الحديث من الواحد منهم، ويذهب الواحد من الصحابة إلى البلدان ويبلغهم الدين، ومن الدين الكتاب والسنة، يعني يقرئهم القرآن ويحدثهم بالأحاديث التي فيها عقائد وفيها عبادات، ولا يقول له أحد إن هذه الأحاديث إذا كانت تفيد العلم
نحتج بها في العقائد، وإذا لم تفد العلم فإننا لا نحتج بها، إنما العبرة بالصحة والثقة. فلذلك يعني هذه من المسائل التي دخلت على علوم الحديث ودخلت على أصول الفقه من المذاهب الأخرى. يقول بعضهم إن فائدة هذه المسألة في باب الترجيح، فإذا جاءنا حديثان صحيحان أحدهما يفيد العلم القطعي والآخر يفيد العلم النظري، فإننا نقدم ما يفيد العلم القطعي على ما يفيد العلم النظري. هكذا يقول بعضهم، يقول هذه فائدة هذه المسألة. نعم، الجواب عن هذا أن أهل العلم ومنهم بعض الأشاعرة قالوا إنه لا يوجد مسألة شرعية احتيج فيها إلى هذا الترجيح، لا يوجد مسألة شرعية احتيج فيها إلى هذا الترجيح. نعم، فالشاهد إذن يعني أصل هذه المسألة مسألة يعني ما نحتاج إليها كما قلت معاشر أهل السنة، فإن الأحاديث عندنا إذا صحت لا نسأل ماذا تفيد العلم القطعي أو النظري أو اليقيني، وإنما إذا صح الحديث يؤخذ به ويعمل به في كل أبواب العلم دون نظر إلى هذه القضية. طيب، ثم يقول الحافظ العراقي، نعيد قراءة البيت: واقطع بصحة لما قد أسند كذا له، أي ابن الصلاح، كذا له أي لابن الصلاح، وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي. يعني يقول إن النووي عزى هذا القول، وهو أن حديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن إلى المحققين. نعم، والصواب أن المحققين من أهل العلم كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد المطبوع باسم علم الحديث، والحافظ ابن حجر في النكت حرر أن أغلب أهل العلم من أهل المذاهب المختلفة وأهل العلم بالحديث يرون أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم القطعي أو العلم اليقيني. نعم، ومن أراد التفصيل يرجع إلى هذين الكتابين، بخلاف ما نقل النووي رحمه الله. ونحن مع احترامنا للنووي رحمه الله إلا أن ما نقله الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر أصح وأولى. ثم بدأ الحافظ العراقي بمسألة جديدة متعلقة بما مضى، يعني يقول: هذه الأحاديث التي تفيد العلم القطعي هل هي كل الأحاديث الواردة في الكتابين أم لا؟ فيقول لك: لا، الكتابان وخاصة صحيح الإمام البخاري فيها من الأحاديث ما يسمى بالمعلقات، فهذه المعلقات إذا لم تسند فإنها غير داخلة في هذا القول الذي مضى، وهو القطع بصحة ما قد أسندا. قال لا عفوا يا أخوان، نعم، قال: وفي الصحيح، لا لسه المعلقات ستأتي، عفوا هذا سبق نظر. قال: وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعف. هذا يشير إلى ما سبق من كلام ابن الصلاح رحمه الله حينما قال: إن الأمة تلقت ما في الصحيحين سوى أحرف يسيرة، يعني سوى أحاديث قليلة. نعم، فهو في قوله وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعف، يعني أن في الصحيحين أحاديث انتقدها أهل العلم، والصواب مع الناقد. نعم، وهذه الأحاديث يعني ممن نقد الصحيحان أو الصحيحين، ويجوز الصحيحان،
ممن نقد الصحيحين الدارقطني رحمه الله، له كتاب سماه التتبع. وأيضا أبو مسعود الدمشقي، وأحد الحفاظ يسمى ابن عمار الشهيد، الحافظ ابن عمار الشهيد. هؤلاء كلهم لهم نقد لبعض أحاديث الصحيحين، والأحاديث المنتقدة على الصحيحين تبلغ 210 أحاديث. وسبق معنا أن أحاديث الصحيحين مجموعها قرابة 4000 حديث، 2000 اتفق على إخراجها، و1000 تقريبا انفرد البخاري، و1000 انفرد بها مسلم. فالأحاديث المنتقدة كم؟ 210 أحاديث، نسبتها قليلة جدا، بالإضافة إلى أن هذه الأحاديث 210 أغلب النقد الموجه إنما هو موجه على طرق وليس على متون، يعني يكون للحديث أكثر من طريق، وقد أخرج صاحبا الصحيح كلا هذين الطريقين، وأحد الطريقين يكون متكلم فيه فلا يضر الكلام فيه الطريق الآخر. هذا شيء. والشيء الآخر أن الصواب في 210 في الأغلب مع صاحبي الصحيح، مع البخاري ومع مسلم، كما تتبع ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري المسمى بهدي الساري، فإنه تتبع الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري ونقدها الدارقطني، فوجد أن الأغلب الصواب مع الإمام البخاري فيها. وأيضا بالنسبة للأحاديث التي في مسلم تتبعها النووي وغيره من أهل العلم، فوجدوا أن الصواب فيها مع من؟ مع مسلم. ويبقى أحاديث بعدد أصابع اليد هي التي يكون فيها الصواب مع الناقد، مع يعني حاجتها إلى مزيد بحث ونظر. طيب، فهذا معنى قوله وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعف، يعني أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة ضعفها بعض أهل العلم، نعم، وقلنا هي أحاديث نادرة وقليلة جدا، وتكاد تعد على الأصابع. يعني من أشهرها حديث من الأحاديث المنتقدة، ورد بعض أهل العلم النقد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خلق الله التربة يوم السبت، إلى آخر الحديث. هذا من الأحاديث التي انتقدها العلماء على الإمام مسلم في صحيحه. وبعض أهل العلم بل بعض المعاصرين كالعلامة المعلمي وغيره بيّنوا أن الصواب مع مسلم في إخراجه هذا الحديث، مع أن الحديث انتقده الإمام البخاري، وبيّن بعض أهل العلم أن الصواب مع مسلم، وأن الحديث صحيح، وأن ما نقد به الحديث ليس كذلك. الشاهد من هذا أن حتى هذه الأحاديث التي هي بعدد أصابع اليد هي محل نظر، يعني تحتاج إلى مزيد بحث وكلام، وربما يثبت أن الصواب مع صاحبي الصحيح. طيب، يقول الحافظ العراقي بعد ذلك: ولهما بلا سند أشياء فإن يجزم فصحح أو ورد. هنا بدأ في قضية التعليق، ولعل من المناسب يعني أن نقف هنا ونتكلم عن المعلقات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن فيها تفاصيل كثيرة، وأخشى أنني أتعبتكم، وخاصة مع قضية التصحيح وقضية إفادة العلم اليقيني والقطعي. ونأخذ الأسئلة إذا كان هناك أسئلة. كما قلنا يا أخوان، نركز على الأسئلة المتعلقة بدرسنا.
الدين. يعني هذا أخونا يقول: هل مناقشة أهل الحديث للظن والقطع فيه دلالة على أن بعض المشتغلين بالحديث من المتأخرين كانوا يميلون إلى علم الكلام؟ يعني ما يخفى يا أخوان أن بعض يعني علماء الحديث عليهم شيء من النقد في بعض المسائل العقدية، يكون عندهم شيء من الأشعرية في بعض المسائل. هذا ليس بخاف على طلبة العلم، لكن مع ذلك يحفظ لهم قدرهم وعلمهم ويستفاد من كتبهم ومصنفاتهم ويترحم عليهم رحمهم الله جميعا. طيب، يقول: إذا أخذنا بالقول الثاني الذي ذكرتم، أعني لا أحد من الأئمة المتقدمين صحح حديثا، فلا يجوز للشيخ الألباني وغيره من المحدثين أن يصحح حديثا لم يسبق له في ذلك. كأن السائل يقول يعني إذا أخذنا بقول سد باب التصحيح الذي قال به ابن الصلاح بالنسبة للمتأخرين، يقول: فهل معنى ذلك أن العلماء المشتغلين في هذا العصر بالتصحيح ليس لهم أن يصححوا؟ يعني هم صححوا وانتهوا، صححوا واشتغلوا وبينوا الصحيح من الضعيف. نعم، لأن الراجح ما تقدم من جواز ذلك لمن تمكن وقويت معرفته، كما قال النووي رحمه الله. ومن اشتغل بالتصحيح والتضعيف في هذا العصر كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره هم من المتمكنين الذين قويت معرفتهم. هو هنا لابد يشير لمسألة يا أخوان، ربما يعني لم أسترسل فيها فما دمنا يعني وقفنا في الدرس إلى هذا الموضع. ما الذي تحتاجه لتصحح حديثا؟ ماذا تحتاج؟ لماذا يقفل الباب على المتأخر عن تصحيح الحديث؟ هل هذا باب صعب عسر فلذلك لا يطيقه المتأخر أو ماذا؟ لا شك أن السبب هو هذا، أن باب التصحيح والتحسين والتعليل، ما أقول التضعيف، التضعيف سهل، التصحيح والتحسين والتعليل لا شك أنه باب من العلم عسر صعب، لأنك لا تستطيع أن تحكم على الحديث إلا إذا كنت عالما بقواعد المحدثين، عالما بمناهجهم، عالما بالجرح والتعديل، نعم، عالما بالعلل، مطلعا على الطرق، فاهما لكلام أهل العلم في أحكامهم واصطلاحاتهم، عندك من الخبرة والممارسة في مدة طويلة ما يؤهلك لذلك. فاجتماع هذه الأمور هو الذي جعل المسألة ماذا؟ صعبة، هو الذي جعلها صعبة، ولذلك قفل هذا الباب ابن الصلاح رحمه الله. فالمسألة ليست من السهولة حتى أن كل أحد يصحح ويضعف. لذلك الذين تصدوا للتصحيح كثر النقد عليهم أكثر من الذين تصدوا للتضعيف. يعني مثلا الحاكم لما صحح ما أكثر من انتقد عليه، الترمذي حينما يقول حسن صحيح ما أكثر ما ينتقد عليه، الشيخ الألباني رحمه الله حينما يصحح ما أكثر ما ينتقد عليه، بينما لما يضعفوا حينما يضعفون ما أقل ما ينتقد عليهم. فهذا يبين لك أن التصحيح هذه مسألة عسيرة وصعبة ولا يتصدى لها إلا كما قال النووي رحمه الله:
من قويت معرفته وتمكن في هذا العلم وبذل جهده في الوصول إلى النتيجة الصحيحة. طيب، يقول أخونا: أنا طالب في كلية الشريعة ودرسنا مادة علوم الحديث في فصل واحد، فبضاعتنا في علوم الحديث ضعيفة وأنا مبتدئ، فكيف أستطيع الاستفادة والانتفاع من هذا الدرس شرح الألفية؟ على كل، نحن يعني وأنا بجهد المتواضع أحاول أسهل العبارة، فتستفيد بأن تحضر الدرس وتنصت وتنتبه وتقيد المسائل وتحفظ الأبيات، وإذا عدت إلى البيت تراجعها وتتدارسها مع زملائك. نعم، فبهذا إن شاء الله يحصل شيء من الفائدة. وأيضا تقرأ في هذا العلم، تقرأ في كتبه وتسأل عما يستشكل من مسائله، فبهذا إن شاء الله يتقوى الشخص في هذا العلم بإذن الله تعالى. يعني هذا سؤال غريب، يطوى ولا يطوى، لا معنى له. طيب، يقول أخونا، يعني نركز على الأسئلة المتعلقة بالدرس يا أخوان، يعني سؤال يعني في غاية الغرابة، لذلك سأخبئه عندي. طيب، التصحيح في القرون المتأخرة، إذا كان العالم عالما متمكنا ويعرف الشروط، ألا يحق له التصحيح مثل الإمام الألباني رحمه الله؟ هذا أجبنا عليه قبل قليل، وقلنا إن الشيخ الألباني رحمه الله ممن تمكن وقويت معرفته. طيب، يقول أخونا: كيف نجمع بين قبول خبر الثقة وما ذكرته في أول الدرس في حديث استئذان أبي موسى الأشعري على عمر؟ هو هنا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إن عمر رضي الله عنه يريد أن يعلم الصحابة أن يتثبتوا في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدثوا إلا بشيء قد حفظوه وضبطوه وأتقنوه. نعم، فهذا الذي يريده عمر رضي الله عنه، ولا يريد قضية التشكيك في أبي موسى رضي الله عنه، وإنما ليعلم الصحابة أن شأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، فعليهم أن يكونوا متثبتين محتاطين في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يقترح يعني رفع هذه الدروس إلى شبكة الإنترنت، هذا شأن يعني يتعلق بكم، إن رأيتم هذا فتعاونوا فيه. طيب، يقول الأخ: نجد ابن الصلاح هنا يقول: لا يمكن التصحيح في عصرنا، بينما تقدم قوله: وما تزيد فاحكما بصحته، فهنا وقع فيما نفاه، هل هذا صحيح أم لا؟ لا، ليس كذلك. هو لا يقول لك أنت الذي يعني تحكم بصحته ابتداء، وإنما تحكم يعني تستفيد من الأحاديث الزائدة في المستخرجات أو الزيادات الواردة في أحاديث المستخرجات، تستفيد صحتها، تستفيد الحكم بصحتها، وليس أنت الذي تحكم بذلك. طيب، يقول: قول الحافظ العراقي عن ابن الصلاح في العمل مع المستدرك فذاك حسن ما لم يرد بعلة، هل فيه نقض لما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله من سد باب الاجتهاد؟ هو قوله إلا لعلة، يعني علة إما أن يقال إنها علة ظاهرة، وإما أن يقال هذه العلة وقفت عليها من كلام أحد النقاد، وإما أن يقال هنا التنصيص على التعليل وليس على التصحيح، ففرق بين المسألتين. يعني يقول لك أنت تستطيع أن تقف على العلة، لكنك لا تستطيع أن تقف
على أن هذا الحديث صحيح. نعم، لأن العلة ما هي يا أخوان؟ العلة في علة ظاهرة وفي علة خفية. العلة الظاهرة أن يكون في الإسناد رجل ضعيف، هذا ليس أمرا عسرا أن تعرفه، لكن العلة الخفية هي التي من العسير بمكان أن يعرفها الشخص. يقول الأخ: لماذا لم يشترط أصحاب السنن الصحة؟ هذا السؤال يخبئه لما نأتي عند الحديث الحسن نتكلم على السنن ولماذا لم يشترطوا الصحة. يقول السائل، ونجعل هذا السؤال قبل الأخير: طيب، ما حكم التقليد، تقليد شيخ معين في تصحيح الحديث أو تضعيفه؟ بعض أهل العلم يقول غير المتخصص يتبع عالما من علماء الحديث الذين يثق في علمهم، سواء المعاصرين أو المتأخرين أو المتقدمين، وهذا نوع من الاتباع ولا يعد تقليدا، لأن كل أهل فن يؤخذ عنهم مسائل فنهم والأمور المرتبطة بفنهم، فغير المتخصص ليس عنده إلا أن يتبع عالما من العلماء في معرفة هل هذا الحديث صحيح أم حسن أم ضعيف. نعم، سواء كان من المتأخرين أو المعاصرين أو المتقدمين. طيب، وإذا مثلا وجد العلماء اختلفوا، بعضهم يصحح بعضهم يضعف، فيسأل المتخصصين الذين يعني عنده في بلده أو قريبا منه، وسائل الاتصال الآن يعني متيسرة. طيب، وعن فضل الله يعني في هذه السنوات الأخيرة يا أخوان في نهضة حديثية مباركة، يعني المشتغلون بالحديث بوفرة، يعني كانوا في الأزمان الماضية القريبة قليلين، الآن لا، في عدد، يعني بحكم وجود الكليات ودروس أهل العلم ومؤلفاتهم كثر الاشتغال بالحديث، فكثر المختصون بعلم الحديث الذين يستطيعون أن يميزوا ويرجحوا بين أقوال أهل العلم إذا اختلفوا في الحكم على حديث معين. هذا أيضا نفس السؤال الماضي، يسأل عن السنن لماذا لم يشترطوا الصحة. نعم، طيب، نجيب جواب إجمالي والتفصيل في وقته. أصحاب السنن مقصدهم بتأليفهم لهذه الكتب أن يجمعوا لك أحاديث الأحكام التي عمل بها الفقهاء، سواء أكانت صحيحة أم حسنة أم ضعيفة. واضح يا أخوان؟ مقصدهم ماذا؟ جمع أحاديث الأحكام التي عمل بها الفقهاء، سواء كانت صحيحة أم حسنة أم ضعيفة. نعم، أما إذا اشترطوا فقط الصحة لكانت كتبهم أصغر حجما مما هي عليه. نعم، وأوردوا هذه الأحاديث الضعيفة من باب أنها في الباب لتعرفها أيها الفقيه ولتعرف أسانيدها، لأنهم لما أسندوها أمكنك التعرف على أحوالها والحكم عليها. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.